السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في عز ما احنا مشغولين بغزة واللي بيحصل فيها، لو انت سبت غزة خالص واتجهت جنوب غزة بالتحديد لمسافة 1789 كيلو، وبالتحديد عند مدينة شهيرة في السودان اسمها مدينة الخرطوم، وعند مدينة الخرطوم ودولة السودان بالتحديد بتبدأ حكايتنا النهاردة. تفتكروا ايه اللي بيحصل في السودان؟ وليه في تعتيم على اللي بيحصل هناك؟ وهل اللي بيحصل في السودان ده مقصود؟ يعني هل في دول أكيد ليها مصلحة من اللي بيحصل هناك؟ كل ده واكتر هنعرفه في حلقه النهارده، ما تروحش بعيد. بدايه لو سالتك هو ده علم مين؟ هتقول لي ده علم فلسطين. هقول لك لا انت غلطان، ده علم السودان. علم فلسطين وعلم السودان متشابهين قوي من بعض، ولكن الاختلاف بينهم بسيط قوي. في علم فلسطين زي ما هو ظاهر هتلاقي اللون الاسود فوق، لكن في علم السودان هتلاقي الاسود تحت، وايا كان الاسود فوق او الاسود تحت فده مش هيغير من الحقيقه السوداء اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، سواء كان اللي حصل في غزه او اللي بيحصل حاليا في السودان. بطل حكايه السودان الاولاني بتاع حلقتنا النهارده هو الراجل اللي في الصوره ده واللي معظمنا يعرفه، وهو عمر البشير حاكم السودان السابق. عمر البشير حكم السودان حوالي 30 سنه في منطقه شهيره في غرب السودان بالتحديد اسمها منطقه دارفور. المنطقه دي يا جماعه كان بيحصل فيها دايما توتر وقلق، فطبعا عمنا عمر البشير هنا كان كل هدفه انه يسيطر على المنطقه دي، وبمعنى اصح يمنع التوتر والقلق اللي شغالين فيها. بالمناسبه عمر البشير سمع عن واحد موجود في غرب السودان في منطقه دارفور، الراجل ده تاجر ابل ومعاه شويه مرتزقه ومعاهم اسلحه وعاملين هناك خراب ودمار كتير قوي. الراجل ده تاجر الابل يبقى مين بالتحديد؟ يبقى البطل الثاني في شخصيتنا النهارده، وهو محمد حمدان دجلو او المشهور باسم حميدتي. الموضوع ده عجب عمر البشير قوي، وجاب عمنا حميدتي ده هو والفرقه بتاعته اللي سموهم فرقه الجنجويد، واصبح حميدتي وفرقه الجنجويد اللي معاه تعتبر الجيش الثاني في السودان بعد الجيش الوطني اللي هو جيش السودان الرسمي. وبعد كده مصطلح الجنجويد ده اتغير، وعمنا عمر البشير خلى ليهم شكل رسمي في الدوله، وبالتحديد سنه 2013 وسماهم قوات الدعم السريع. خد بالك ان قوات الدعم السريع معظمهم مش من السودان، ده في ناس منهم من الصومال ومن تشاد ومن مالي ومن دول افريقيه كتير، واعمارهم كلهم شباب صغيرين جدا في السن، بس خد بالك معاهم اسلحه كتير ومتدربين كتير وعددهم كتير في نفس الوقت. وقدر هنا عمنا عمر البشير ينجح في الخطه اللي كان عاوزها، وخلى هنا قوات الدعم السريع تسيطروا على دارفور، وفي نفس الوقت تنهيلوا الاضطرابات اللي موجوده هناك، ناهيك عن ان هم كانوا بيعملوا هناك عمليات سر او قتل واغتصاب وحاجات كتير جدا، ولكن الناس ما كانتش قادره تتكلم. بعد ما عمر البشير حقق الهدف الاساسي بتاعه من انه قدر يسيطر على غرب السودان او بالتحديد منطقه دارفور، فكر هنا طبعا ان قوات الدعم السريع ما ينفعش ان هم يتحلوا، ولازم يفضلوا موجودين على الاقل علشان يحموه في حاله لو الجيش الوطني اللي هو الجيش الرسمي للسودان انقلب عليه. خد بالك انا قلت لك ان قوات الدعم السريع هي الجيش الثاني في السودان، وهم تابعين مباشرين لعمر البشير، بس الجيش الرسمي اللي في السودان او الجيش الوطني ملوش اي سيطره عليهم، واوامرهم ما بياخدوهاش مباشره الا من عمر البشير نفسه او من حميدتي اللي هو قائد قوات الدعم السريع. ومن هنا عايز اديك معلومه بسيطه لازم تاخد بالك منها، ان قوات الدعم السريع احيانا بيطلق عليهم اختصارا باسم قاف دال سين، او بمعنى كلمه قدس، وطبعا كلمه قدس هنا ملهاش علاقه اطلاقا بالقدس اللي موجود في فلسطين، دي اختصارات احنا بنطلقها على بعض الاسماء. يعني خد بالك احنا عندنا في اللغه العربيه مفيش عندنا حاجه اسمها الاختصارات، يعني مثلا لما اقول لك جامعه الدول العربيه ما ينفعش اختصرها مثلا بكلمه جدع، يعني جيم من جامعه ودال من دول وعين من كلمه العربيه. الاختصارات دايما موجوده في اللغات الاجنبيه، زي مثلا كده داعش. اولا مفيش حاجه اسمها داعش، اللي اطلق المصطلح ده الولايات المتحده الامريكيه. اولا داعش اسمهم الدوله الاسلاميه في العراق والشام، فالامريكان لما حبوا يعملوا اختصارات من كلمه الدوله خدوا دال، من كلمه الاسلاميه خدوا الف، من كلمه العراق خدوا عين، ومن كلمه الشام خدوا شين، فاصبح اسمهم داعش. عشان ما توهكش معايا واخدك في سكك ثانيه، تعال نرجع لموضوعنا بسرعه. احنا اخر حاجه وصلنا لها ان الدوله اصبح فيها كام جيش؟ ايوه بالظبط جيشين، الجيش الوطني اللي هو الجيش الرسمي الاول، والجيش الثاني اللي هو قوات الدعم السريع بقياده حميدتي. يبقى يا معلم السنه المشؤومه بالنسبه لعمر البشير وهي سنه 2019 لما حصل انقلاب عليه وتم الاطاحه بيه من الحكم. طبعا عمر البشير هنا كان في اعتقاده ان قوات الدعم السريع هتنجده، ولكن ده ما حصلش. وقوات الدعم السريع هنا مش ما نجدوش البشير بس، دول راحوا كمان اتحدوا مع الجيش الوطني اللي هو هنا قائدهم مين؟ يبقى البطل الثالث بتاع حلقتنا النهارده هو عبد الفتاح البرهان. ومن هنا حصل تقارب ما بين البرهان وما بين حميدتي، والاثنين بقوا سمنه على عسل من 2019 ل 2023. طبعا في نقطه مهمه انت لازم تكون عارفها، ان عبد الفتاح البرهان هنا بقى رئيس السودان، وللاسف انه جاب المساعد بتاعه او النائب بتاعه بالتحديد كان مين؟ كان حميدتي، وده كان اكبر غلط عمله البرهان. وهنا زي ما قلت ان الاثنين حصل ما بينهم خلاف، والخلاف ده اكيد
لقيت بنسبه كبيره جدا ان هما الاثنين كانوا طمعانين في الحكم. يجي بقى الشهر المشؤوم على السودان وهو شهر ابريل 2023، لما قوات الدعم السريع بتاعه حميدتي قدرت انها تسيطر على مدينه الخرطوم وتعمل فيها عمليات قتل كبيره جدا. نهبوا البيوت والمحلات والبنوك، وكمان نهبوا المصارف وولعوا في حقول البترول، استولوا على الذهب والفلوس اللي مع الناس وكمان كل ممتلكاتهم، سيطروا على شركات الطيران وولعوا كمان في المطارات، وكمان دمروا المحميات الطبيعيه، حتى الحيوانات ما سلمتش منهم وقتلوها، يعني تقدر بمعنى اصح نسميهم مغول العصر الحديث. كانوا بيدخلوا بيوت الناس يستولوا عليها ويغتصبوا النساء والبنات قدام ابهاتهم وزوجاتهم، وبعدين يقتلوا الرجاله كمان، لدرجه انه اصبح منتشر قوي في السودان، والكلمه دي مشهوره اليومين دول على مواقع التواصل الاجتماعي، ان اكتر حاجه بقت مطلوبه اليومين دول في السودان هي حبوب منع الحمل، نظرا لعمليات الاغتصاب الكتير اللي بتتم على ايد قوات الدعم السريع. وفوق ده كله كمان يا جماعه سيطروا على المستشفيات والمدارس واتخذوها كمان كمعسكرات ليهم. كل مؤسسات الدوله انهارت، الكباري والخزانات وكل المرافق الصحيه تدهورت بالكامل. طب هنا واحد يسال ويقول الجيش الوطني فين اللي هو بقياده البرهان؟ الجيش الوطني بيحارب فيهم ومش سايبهم، ولكن مشكله قوات الدعم السريع انهم مش سيطروا على السودان والسلام او سيطروا على الخرطوم، دول سيطروا على البيوت بتاعه الاهالي، يعني اصبحوا عايشين مع الناس في قلب بيوتهم ونايمين على سريرهم وبيحاربوا من نفس الاماكن. لو اتمسكت في السودان كشاب سوداني او كمواطن سوداني بالتحديد معاك موبايل او بتصور اي حاجه تتقتل فورا. وفي شهر ديسمبر اللي احنا فيه ده بالتحديد سيطرت كمان قوات الدعم السريع على منطقه ود مدني، واللي زاد وغطى ان في 6 مليون سوداني نزحوا من مدينه الخرطوم لدول ثانيه او لمدن جديده، بالاضافه ان في 19 مليون طفل سوداني اتحرموا من التعليم. وفوق ده كله كمان قوات الدعم السريع سيطرت كمان على جبل في السودان اسمه جبل عامر، والجبل ده خد بالك من اشهر المناطق في العالم الغنيه بالذهب. كده يبقى احنا اكيد وصلنا مع بعض لنقطة مهمة جدا. ما دام الموضوع وصل هنا لثروة مهمة من ثروات البلاد وهي الذهب بالتحديد، يبقى لازم اقول لك ان في دول كتير اكيد ورا الحوار ده. في كلام كده منتشر اليومين دول ان مصر ناوية تتدخل في الموضوع بسبب قتل المبعوث الرسمي ليها هناك، بالاضافه كمان ان اسرائيل بتبحث فكره التدخل، وان امريكا تدخلت فعلا، ومش بعيد هتلاقي روسيا وهتلاقي كل الدول وتتحول هناك السودان لليبيا جديده او يمن جديد او عراق جديد. مش عارف اقول ايه يا جماعه، ولكن حقيقه شعب السودان ما يستحقش كل اللي بيحصل فيه ده خالص، ولكن والله اعلم الظاهر انها اصبحت فاتوره ولازم كلنا كدول عربيه نحاسب عليها. بس للاسف هنحاسب عليها من ايه؟ هنحاسب عليها من دمنا، هنحاسب عليها من شرفنا، هنحاسب عليها من كرامتنا، هنحاسب عليها من ابسط حقوق المعيشه اللي المفروض نعيشها كبني ادمين. تعرف حضرتك الشيخ العريفي ده لما جه يتكلم عن السودان بيقول انا حبيت شعب السودان من غير ما اشوفهم، ولما اتعاملت معاهم حبيتهم اكتر، وندمت على سنين حياتي اللي فاتت اني ما زرتش البلد الطيبه دي. الدكتوره سوريا العريض ودي كاتبه سعوديه كمان بتقول لما اتعاملت مع اهل السودان لقيت فيهم الطيبه بس من غير غباء، لقيت فيهم عزه النفس بس من غير غرور، لقيت عندهم احترام الاخرين بس من غير تذلل. كمان رئيس العراق السابق صدام حسين كان بيقول يا جماعه في كل نقطه دم سوداني شخص مجاهد. شعب السودان عنده طباع صعب جدا انك تلاقيها في اي حد، خاصه لو اتعاملت معاه. عندهم كرم وامانه، حسن معامله وطيبه، وكمان حسن نيه وهم بيعاملوك. في النهايه بقول لك انت بالتحديد اتكلم عنهم كتير، احكي عنهم، شير البوستات بتاعتهم، لان خد بالك في تعتيم اعلامي زي ما قلت لك في اول الحلقه على اللي بيحصل عندهم. فارجوك لو سمحت حاول بقدر الامكان تتكلم عنهم، على الاقل لو ربنا سالك يوم القيامه تقول له ان انت عملت ايه.